السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا. وهذا الفيديو الثاني التكملة مال الجنطة. راح نشتغل الوردة بأي مكان تقدرون تشتغلون. نبدي نشتغل هنا بالنص، منا 2 غرز ومنا 2 غرز، لأن هنا 5 غرز احنا اشتغلنا هنا. على الغرزة اللي بالنص نشتغل الوردة. غرزة للتثبيت ونشتغل 15 غرزة الزنجيل. 1. بعد حسب ايش قد تردون حجمها الوردة تزودون الغرز. أنا 15 غرزة راح اشتغل. اكو يشتغلون 17 16 كيفكم، حسب ايش قد تردون حجمها الوردة تشتغلون. زين عيني، أنا 15 غرزة راح اشتغل حبايبنا. هاي 15 غرزة الزنجيل. هنا راح نشتغل عمود بلفة برابع غرزة. هنا عندنا هاي أول غرزة 1 2 3، هنا 4. برابع غرزة نشتغل عمود بلفة 3 أعمدة. زين عيني، بنفس الغرزة 3 أعمدة. وبكل هذين الغرز نشتغل بكل غرزة 3 أعمدة عمود بلفة. الغرزة اللي بعدها هم 3 أعمدة نشتغل عمود بلفة. كل غرزة 3 أعمدة نشتغل عمود بلفة. زين واضح عيني؟ هذا الشكل. شوفوا وياهم راح تلف بهذا الشكل. عندنا هنا آخر غرزة نشتغل 3 أعمدة عمود بلفة. وغرزة للتثبيت ونقص الخيط، يعني نخليه تشفد مسافة على مود نثبت الوردة. بهذا الشكل حبايب نلف الوردة بهذا الشكل. عندنا إبرة تنظيف راح اثبت الوردة. بعد شلون تردون تثبتوها حبايب، ثبتوها. انا بهذا الشكل راح اثبتها.
الشكل حبايب. بعدين نثبتها من الخلف. وبعد هذين الخيوط هنا هم نخفيهن داخل هذه الوردة بهذا الشكل. الوردة مالتنا كل هذين نشتغل نفس هذه الوردة هنا نشتغل حبايب داير ما داير. حبايبنا راح اشتغل وياكم هذا الشكل اللي يصير اليد مال الجنطة. عندي هنا الخيط 3 اطبقت واشتغل زين عيني. رقم السنارة اكبر 5.0 ملي. استخدم ويا هذا الخيط لان شوية عريض صار لان 3 خيوط اطبقت. وبهذا الشكل راح نشتغل شوية نخلي مسافة. بهذا الشكل راح نشتغل غرزة للتثبيت بهذا الشكل حبايب. غرزة حشو. عندي هذه هنا هذه الغرزة بهذا الشكل. نلف الخيط ونشتغل بهذا الشكل حبايب. ونلف الشغل نشتغل هنا بهذه الغرزة. ونشتغل بهذه الغرزة. غرزة حشو هذا الشكل حبايب. هاي حد شقد تردون مثلا الطول اليد مال الجنطة تشتغلون حبايب. سهلة وبالشغل وشكلها هم حلو. بهذا الشكل هنا نشتغل حبايب. اكملها حبايب وارجع لكم. حبايبنا وصلت النهاية بهذا الشكل. طلعه من ذين الخيطين من السنارة بهذا الشكل.
وغرزة. بهذا الشكل حبايب، وغرزة حشو ثانية حتى يثبت أكثر، وغرزة للتثبيت، ونقص الخيط. نقص الخيط، نخلي فد مسافة ونقصه. نجيب الإبرة التنظيف نلضمها بهذا الشكل، وهنا نعبر الخيط. بهذا الشكل حبايب. الخيط الزايد نقصه بهذا الشكل حبايب. وهذه الجهة هما تانية نفس هذه الجهة، هم نخفي الخيط. بهذا الشكل حبايب صار عندنا اليدة مال الجنطة حبايبنا. وبهذا الشكل النهائي كملنا الوردات. إذا تحبون بعد تخلون بطانة، أنا خليت بطانة هذا الشكل حبايب. وذن الوردات. بعد هذا الزنجيل وورقة الكل يعرف يشتغلها حبايب، والزنجيل بس شنو أنا اطبقت خيطين واشتغلت الورقة والزنجيل. زين أنا هنا اشتغلت الزنجيل مال الورقة 13 غرزة، واشتغلت هنا غرزتين، غرزة حشو، بعدين عمود بدون لفة، بعدين عمود بلفة، بعدين عمود بلفة 2، يعني عمود بلفة 2 بلفتين. اشتغلت هنا 3 أعمدة، عمود بلفة 2، بعدين عمود بلفة 1، وعمود بدون لفة، وغرزة حشو 3. الجهة الثانية نفس هذا الشغل مشتغل هنا حبايب. هي سهلة الورقة والكل يعرفها. وهنا أنا عبرت بعد داير مداير الجنطة. وعندنا هذا بعد اليد مال الجنطة نشكلها. بهذا الشكل حبايب.
حبايب أي استفسار أو اقتراح أنا بالخدمة، وانتظرونا فيديوهات جديدة بإذن الله. حبايبنا لا تنسون الاشتراك واللايك ونشر الفيديوهات إلى أكبر عدد ليستفادوا من الفيديوهات. وشكرا على المتابعة حبايب، مع السلامة.